السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبنا شافعنا هدينا إلى كل خير في مصلحة الأمة جميعا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم متابعين قناتي وقناتكم قناة كل ما يخص البيت. فيديو جديد. الفيديو بتاعنا الجديد النهاردة هيكون بخصوص البط. هنتكلم عن البط، هنتكلم عن مشكلة كده بتقابل البط وازاي نحل المشكلة دي. ليه البط اللي عندك مش بيبيض؟ يعني انت مربيه نوتي بط كده وبتلاحظي ان البط ما بيبيضش. هقولك كده على شويه خطوات مهمه هتعرفك ازاي تساعد البط ده ان هو يبيض، تساعديه على التزاوج، تساعديه على التكاثر. طبعا في ناس بتكون مربيه البط بيبقى الهدف منها ان هي مربيه النوتي تبيض عدد كبير من البيض ويطلعوا كتاكيت صغيره او بط صغير، ويبيعوا البط الصغير ده من غير ما ياكلوه ولا كيلو علف واحد. الهدف بيكون مشروع عندهم كده اللي هو تكاثر البط، ده عشان يزودوا عدد الطيور بتاعتهم ويحققوا ارباح، سواء كانت تربيه منزليه او مشروع تجاري. يبقى في ناس بتاخد البط كده مربيه كذا نتايه، وبيسيبوا النوت يبيضوا، واول ما بيطلعوا بط صغير بيبيعوه، وده بيكون المكسب بتاعهم. في الفيديو ده هنقول امتى يبدأ البط في التزاوج، يعني امتى البط بينضج جنسيا. يعني ايه ينضج جنسيا؟ يعني الذكوره بتكسر والنوت بتبيض. بيبدأ البط في التزاوج ما بيتم 5 ل6 شهور. انت بتربيه في بيئه كويسه كده، المساحه بتاعتها تكون كبيره، بتحط لهم ميه نظيفه باستمرار. الحاجات دي بتحفز الذكور والاناث على التزاوج. طيب ازاي تخلي النوت تبيض معاكي؟ اول حاجه الاضاءه. خدي بالك قوي من موضوع الاضاءه ده. البط عشان يبيض بشكل كويس وشكل منتظم، اعملوا له اضاءه كويسه. يعني ايده له النور حوالي 14 ساعه في اليوم. الاضاءه 14 ساعه في اليوم للبط دي بتحفز عمليه التبويض وبتخليه يبيض، وبيبيض كميه كبيره جدا. البط اما بيبيض اما بتنوري له 14 ساعة، ممكن تكون إضاءة طبيعية يعني حاطاه في مكان مفتوح، أو ممكن تكون في إضاءة صناعية يعني مربية في مكان مغلق بس بتقيد له النور. يبقى أول حاجة عشان البط يبيض معاكي الإضاءة. تاني حاجة التغذية الجيدة. يعني إيه تغذية جيدة؟ يعني تغذية متوازنة فيها كمية بروتينات، فيها فيتامينات. الحاجات دي كلها بتساهم في تحسين خصوبة الإناث وجودة البيض. يعني ايه تغذية جيدة؟ يعني حاولي تحطي للبط بتاعك علف بياض كده. لو هتحدفي له كل يوم ربع كيلو كده مش هيكلفك كتير، لكن في نفس الوقت العائد بتاعه هيكون كمية بيض كتيرة جدا. يبقى اول حاجة الاضاءة، التغذية الجيدة، الهدوء. البط عامة بيفضل الاماكن الهادية عشان يحصل عملية التكاثر والتزاوج ووضع البيض، او ان هم يبيضوا بعيد عن ازعاج الطيور ديكها. يعني حاولي تلاقي مكان كده، في المكان ده تحط مثلا عليه خشبة او تحط اي حاجة، تبدأ النتاية ان هي تبيض في المكان ده. بالنسبة بقى للبيض، النتاية بتاعت البط طبعا بتبيض بعد ما بالذكر بيلقحها. يعني لازم يكون معاها ذكر عشان البيض يكون مخصب. يعني مش هتحط نتاية من غير ذكر، فطبعا البيض مش هيكون له اي لازمة. بتبدأ النوت تبيض بكل يوم تقريبا كده لمدة تبع النتاية اللي عندك. يعني لو نتاية سلالتها كويسة ممكن تبيض من 8 ل 22 بيض. يعني أقل حاجة في بيض البط بيكونوا 8 بيضات، ممكن تبيض ل 22 بيضة حسب نوع البطة في المرة الواحدة. طبعا انت بتختاري مكان كده النتاية هتبيض فيه، تحط فيه بيضة اسمها رقوبة كده. هتبدأ البطة ان هي كل شوية تروح تبيض في المكان ده، عشان بعد ما بتخلص بيض بتحضن البيض. اول ما بتخلص بيض بقى وتنام على البيض بتنام لمدة 28 ل 33 يوم، كله حسب النتاية بتاعتك. يعني لو بتقلب البيض كويس هتلاقيها ممكن تطلع على 30 يوم. ما بتقلبش البيض كويس او النتاية مش كويسة بتغيب شوية على ما بتطلع، لكن طبعا ما بتزيدش عن 35 يوم. بعد البطة كده ما بتطلع، حاولي لو انت هتربي البط ده بقى بتحضني عليه، تقيديله لنضة كده، تحطيه في مكان يكون رطب. بتقدمي له طبعا مية نظيفة،
بتحط له علف يكون كويس. البط ده عمره صغير. في حاجة كده او نصايح كده هنقولها لأي واحدة بتربي بط، ان حاول ان انت تفصلي الذكورة البط عن النيوت بعد انتهاء موسم التزاوج عشان تقللي التوتر بالنسبة للطيور. خدي بالك من البط بشكل دوري، وفري لهم مية كويسة. البط عامة بيحب السباحة. يعني ايه السباحة؟ يعني ممكن تعملوا مكان كده يسبح فيه. ده بيكون حلو جدا للبيض بتاعك. وبيكون جميل جدا للبط بتاعك ان انت تعملي له مكان كده يعني ايه يعوم فيه كده.